السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم جرعة زائدة، واليوم راح نتكلم عن خطورة السلايم. طبعا كلكم تعرفون السلايم هذا اللي صاير مثل العجين متضغطة وانتشر بالمواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الناس ما يدرون انه يحتوي على مادة خطيرة جدا. المادة وش هي؟ المادة هي حمض البوريك او البوريك. المادة هذه قابلة للامتصاص عبر اليد وتسبب اذى للاطفال، ناهيك عن انه ممكن ان الاطفال يبلعونها او ياكلونها او بالطريقه التي هي او يدخلونها في خشومهم. طبعا السلايم فايدته له فوائد، يعني من فوائده له فوائد لكنه خطر لانه يمتص الجلد. من فوائده انك تقدر تنظف الكيبورد، تقدر تنظف السماعات، تقدر تنظف الاشياء اللي صعب الوصول لها الا بطريقه يعني مثل عود الاذان او شيء يكون زي الصلصال. لكن مهما كان المادة تبقى خطيرة لأنها مصنوعة من مادة أو حمض البوريك، فعشان كذا انتبهوا منها وجنبوا أطفالكم منها. ننتقل للمعلومات الصحية. طبعا في كثير ناس يشتكون من ضعف الأعصاب وتعب الأعصاب، دائما يشتكون انه انا اعصابي توجعني بيديني، احس انها تيبس شوي. هذا نقص فيتامين ب. طيب انا ما راح اقول لكم شلون بتعوض نقص فيتامين ب عن طريق الادويه لاني ماني صيدلي، لكن انا راح افيدك شلون تعوضها يعني بالفيتامينات وبالاعشاب وبالطب النبوي، الا وهي التلبينه. التلبينه حدث عنها الرسول عليه الصلاه والسلام، وهي الشعير. تاخذ الشعير طال عمرك وتغسله وتنظفه وتطحنه وتسويه مثل السريلاك وتخلطه وتاكله زي السريلاك، يعني بودره، تسوي الشعير بودره تحطه مع الحليب المغلي تاكله مثل السريلاك. هذا يعتبر اكثر مقوي للاعصاب ويحتوي على اكثر شيء فيتامين ب، يعني ما في اكثر من اي ماده موجوده في الدنيا او اي شيء موجود في الدنيا يحتوي على فيتامين ب كثر الشعير. طيب بمناسبه دخول موسم الشتاء، هناك في تنبيهات وتحذيرات كذا حلوه راح تفيدكم بالنسبه لبخاخ الانف والزكمه. في ناس يعتبرون بخاخ الانف انه مو مضر وانه بخ بخشمك 100 مره عادي. لا حبيبي، لك بختين في الصباح وبختين في المساء، لانه لو زودت بخات الانف راح ينزل على الاذن ويسبب لك انسداد في الاذاني. فلذلك احرص على انك بختين في الصباح بختين في المساء، امشي على كلام الطبيب وحسب الوصفه ولا تتجاوز مده الاسبوع. طيب وصلنا الى مرحله القصه. اول مثل، في مثل يقول ليتنا من حجنا سالمين، يعني كأنك تروح بقالة ولا منك دخلت البقالة تطيح وتقول ليتني ما رحت البقالة. كان في رجل يمشي ويتغزل، مو تارك أي بنت إلا يمشي ويتغزل فيها، يعطيها يا الحلوة يا المزيونة يا اللي طولك فيك مدري وشو، يعطيه يعني يمشي ويتغزل بالحريم. فيوم كبر قرر إنه يتوب، فقال لولده يا ولدي أبيك تحججني يعني توديني أحج. فأخذه ولده وراحوا يحجوا الصفا والمروة رمي الجمرات وكذا. فبعد ما حج قرر انه ياخذ عمره، فأراح وأخذ عمره. فيوم وصل للكعبة والحجر الأسود قرر انه يحب الكعبة، فولده قاعد يبعد للناس وقرب أبوه، فكان جنبه بنت باين خدها، فبدال ما يحب الكعبة حب خد البنت. فحاول ولده يرجع السالفه، يقول ابوي مهذري ومدري ايش وكذا، يعني حاول يمخرج الموضوع بس ما لقى مخرج الموضوع. فالاب وش قال انا يا بعد حيي كنت ابي احب الكعبه لكن زلقت الحبه، يعني البوسه اتجهت للخد. فقال يا ليتنا من حجنا سالمين. طيب الى هنا وصلنا الى نهايه الحلقه. انا قرأت الكومنتات السابقه وطبقناها الحمد لله في الحلقه هذه، جميع الكومنتات طبقناها الحمد لله، واي ملاحظات اكتبوها في الكومنت والحسابات تلقونها في الديسكريبشن. وهذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.